الحلقه دي احنا هنتكلم معاكم ازاي نقدر نظبط اكلنا وتمريننا خلال شهر رمضان. من خبرتي في نوعين من الناس، في نوع بيحب يتمرن بعد الفطار على طول، وفي نوع بيحب يتمرن قبل السحور. لو انت عايز تتمرن على طول بعد الفطار يبقى اكيد ما ينفعش تفطر تقيل، يبقى لازم تفطر شوربه وتمر وعصير وحاجه خفيفه جدا بحيث ان انت تعرف تريح ساعه وتتمرن على طول بعد الساعه دي. المهم هنا بقى ان انا لازم على طول بعد التمرين اكل الوجبه الكامله بتاعتي. لو انت عايز تتمرن متاخر يبقى طبيعي جدا ان انت تفطر فطارك الكامل، يعني تفطر شوربه، سلطه، المين كورس بتاعك، وتريح على الاقل ساعتين عشان تعرف تهضم كويس. اكيد انا لو عملت الاوبشن ده هبقى بتمرن متاخر، فاهم حاجه ان انا اخد بالي ان انا لازم بعد التمرين على طول اكل وجبه السحور. ناس كتير قوي بتهمل وجبه السحور دي وما بتركزش فيها، مع ان وجبه السحور دي هي اهم وجبه في اليوم. اهم حاجه تبقى موجوده في وجبه السحور هي سلو دايجستنج كاربوهيدراتس، زي الفول او البطاطا او الشوفان. الثلاث حاجات دول جسمك بيهضمهم ببطء، فبيفضل مديك احساس بالشبع ويفضل يمدك بطاقه خلال اليوم. في ناس بيبقى عندها مشكله ان هي تاكل وجبه تقيله على السحور، فحل كويس للموضوع ده ان انا اخد البروتين شيك بتاعي اضيف عليه موزه او اتنين ومعلقه كبيره البينات باتر، وده هيكون بديل كويس جدا لوجبه السحور. وبكده نكون عرفنا ازاي ممكن نتمرن صح وناكل صح في خلال شهر رمضان. لو عجبتكم الحلقه بليز اعملوا لايك وشير واعملوا تاج لاصحابكم اللي بيتمرنوا في رمضان. كل سنه وانتم طيبين.